السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله احنا النهاردة هنعمل الغداء مجموعة خضروات على بعضها. طبعا انا الحاجات دي كلها كانت متفرزة، فانا باخد بقى من كل كيس شوية كده ونخلطهم كلهم على بعض. فانا اللي كان متوفر عندي بقى النهاردة الجزر، الكوسة، الفاصوليا، والبطاطس. انا واخده اتنين طبعا، قشرتهم وقطعتهم وحطيتهم في ميه علشان ما يسودوش لغايه ما اجي اطبخهم يعني. واخده طماطمتين متقطعين زي السلطه كده، وبصلايه معقوله يعني مقطعاها برضو مش صغير قوي، وكام فص توم كده. اما البهارات بقى فانا بحط بقى ايه، شويه ملح زي ما بتحبي، شويه فلفل، شويه بهارات، 7 بهارات، فصين حبهان، وثلاث ورقات لوري. وتعرفي عدد بقى الورق اللوري والحبهان علشان دول احنا بنشيلهم في الاخر يعني. فدلوقتي ان شاء الله هنروح على البوتاجاز ونبتدي نعمل الاكل معاكم. دلوقتي بقى يا حبايبي انا حطيت ماده دهنيه، اي ماده دهنيه تحبيها يعني، وحطيت البصل على الثوم. فهنديله تشويحه خفيفه قوي، انا مش عايزاه يصفر ولا عايزاه يحمر ولا اي حاجه، انا بس مجرد ان ريحته تطلع كده وايه. وابتدي احط او الخضار الاولاني بقى اللي هو ايه، الفاصوليا على الجزر، لان ده اكتر حاجه هتاخد مني تسويه. فهديله بس تقلبتين كده واحط بقيه الخليط. دلوقتي بقى يا حبايبي انا شوحت البصل مع الثوم، ما صفرتهوش. وبعدين حطيت بقى ايه اول نوعين من الخضار اللي هم الفاصوليا والجزر، برضو هديلهم تشويحه خفيفه كده، وهكمل بقيه الخضار اللي هيحتاج ايه بعدها التسويه على طول ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي بقى انا حطيت بقيه الخضار، الكوسه، الطماطم، البطاطس، لان دول بياخدوا تسويه واحده. حطيتهم كلهم مع بعض. دلوقتي بقى انا حاطه ايه، الورق اللوري، بس اعرفي هم عددهم قد ايه. انا عندي هنا حاطه 3 كاملين، وحبيتين حبهان. وحاطه بقى ايه الملح الاول، ما تكتريش الملح في الاول على اساس تشوفي الملح مظبوط ولا لا. وبعدين حطيت الفلفل، وبعدين حطيت البهارات ال7. دول هيخلوها طعمها جميل جدا جدا يعني. هنقلب بقى كله مع بعضه، وبعدين شويه كده 5 دقايق كمان وهنحط لها بقى الشوربه. دلوقتي يا حبايبي بقى انا شوحت كله مع بعضه، وحطيت التوابل وكل حاجه، وحطيت لها شويه شوربه، بس ما تغرقهاش بالشوربه يعني. وحط لها كمان معلقه صلصه هتديها لون حلو وطعم احلى. دلوقتي بقى طبعا احنا هنسيبها بقى تشرب شوربتها كلها ويبقى لونها جميل كده. وما تخلص ان شاء الله هغطي عليها بقى دلوقتي عشان تستوي، ولما هتخلص ان شاء الله هرجع لكم بقى واوريكم شكلها. دلوقتي يا حبايبي بقى الخضار اللي احنا عملناه خلاص خلص اهو. هو طبعا حاجه بين البنين كده، لا هو خضار سوتيه مسلوق ولا هو طبيخ يعني زي اللي بنعمله. هو حاجه بين الاتنين كده، بس طعمه رائع وجميل وهادي وما يتعبش المعده. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوناش بقى بلايك وشير واشتراك في القناه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.